ازيك؟ بيقولك انعم بن في العالم ومن غير فلتر ولا حتى ضغط، وطريقة تحضيره هادية قوي وسرها كله في الوش. ايوه، انا بتكلم عن القهوة التركي اللي عمرها اكتر من 500 سنة. اتولدت في اليمن واتربت في اسطنبول واتصبت على موائد الخلفاء والسلاطين، وبقى في منها الفاتح والوسط والغامق والمحوج، وكل واحد وحسب مزاجه في السكر. والقهوة التركي تعتبر اقدم طريقة تحضير قهوة لسه عايشة لحد دلوقتي، وبطحنة ناعمة جدا شبه الباودر، ومفيش اي ادوات او اي مكن، هي بس كنكه ونار او رماله. وفي ناس كمان بتحبها من الاوكا، وكل حاجه بتنزل في الفنجان بتتحضر على نار هاديه وبتعلى براحتها. وكمان وش القهوه اللي من فوق ده مش شكله بس، ده علامه ان قهوتك مظبوطه، يعني حراره قليله ووقت اطول هيدينا قوام تقيل وطعم اعمق، ومن غير فلتر ولا ضغط. معناها ان الزيوت الطبيعيه كلها موجوده، علشان كده طعمها مركز واحساسها اطول. القهوه التركي بتعلمك ان في حاجات في الدنيا لازم تستنى عليها علشان تستاهل. ولو وصلت لحد هنا، اثبت وجودك بكلمة أروما. ما تنساش تشوف اللينك اللي في البايو. وبس كده، أنا أحمد ودي أروما. تابعني لو حابب تكون باريستا شاطر وتعرف أكتر عن القهوة ومجالاتها.